هل فكرت يوما ما الذي يجعل الصباح مختلفا عن أي وقت آخر؟ لماذا حين تفتح عينيك مع أول ضوء تشعر بشيء يشبه الاحتمال؟ كأن الحياة تقول لك رغم كل ما مضى ما زال في القلب متسع. دعا دعوتين النبي عليه الصلاة والسلام، احفظهم وخليهم دعائك لما تهجم عليك جيوش الهموم. إذا كنت عايش في الأمان الحمد لله ومفيش حروب في بلادنا، بس الحياة كلها معارك. فرفع إيديه وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، اهزم الأحزاب اللهم زلزلهم. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم إيديه وقال: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جايلكم النهاردة بفيديو جديد، يوم كله بركة ونشاط وطاقة إيجابية، وإن شاء الله يعني هتاخدي كمية طاقة. النهاردة بقى تجهيزات حلوة قوي قوي، بروايح كده الشتاء اللي دخل علينا بروايحه الجميلة. انا بعشق الشتاء يا بنات والله العظيم. يعني انا انسانة بيتوتية وشتوية بجد. انا بحب قعدة البيت وبحب الشتاء وبحب القعدة في الهدوء. الشتاء كده تحس ان هو كله هدوء، وانا بحب قوي الهدوء. ويلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف هنعمل ايه النهارده. بصوا يا بنات، انا كنت جايبه الليفت ده، المقطع ده من بالليل يعني قبل الفيديو بيوم. تمام، انا هوريكم بس في المقطع ده انا عملت ايه في الليفت ده. انا طبعا غسلته وقطعته بالشكل ده، وكنت نقعته كتير قوي عشان بيبقى فيه طينه. و يعني غسلته وسبته بقى يتصفى في المصفى دي. الوقت هعمل ايه؟ فضيته في الطبق ده، وهحط عليه يا بنات ملح، واسيبه يدبل. يدبل يعني يبقى طري كده ودبلان، وينزل ميته كلها. الخطوة دي حلوة لانها بتنزل ميته، بتخليه طري كده، وكمان بتنزل اللسعة اللي فيه، يعني بتشيل اللسعة اللي فيه والريحة القوية اللي فيه، يعني بيبقى حلو قوي يا بنات. تمام، والدتي الله يرحمها كانت بتعمل دايما كده في المخلل، وكان احلى مخلل اكله من ايدها بجد. يعني انا برضو بعمل وكل حاجة، بس سبحان الله مش زي بتاع والدتي ابدا. هي كان عليها يعني كل حاجة لها نفس حلو قوي في الاكل، ما شاء الله كانت احسن من احسن شيف. كل حاجة كانت بتعملها لها طعم مميز، ولها ريحة كده، وكانت تقلب الدنيا. وكانت مش بتستخدم يعني زينا كده بقى، زي دلوقتي السبع بهارات والحداشر بهار والكلام ده، او ملح وفلفل وخلاص. سبحان الله، الله يرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين يا رب العالمين. المهم يا بنات، طبعا بقى دي كده تاني يوم الصبح قمت طبعا، اول ما دخلت المطبخ بقى عشان اشوف اللي ورايا، قلت اعمل المخلل الاول اللي انا سايباه من بالليل. فكنت غسلته من الملح اللي فيه طبعا كويس قوي، وبرضه حطيته يتصفى في المصفى، وقلت اخليه بقى. جبت هنا ميه اللي انا هعمل فيها المخلل، اللي انا هعملها يعني محلول للمخلل. دول حوالي 10 كوبايات ميه، كل كوبايه بحط لها معلقه كبيره من الملح. تمام، مش هرميه يعني، معلقه كبيره كده حلوه، ولا صغيره قوي ولا مليانه قوي. المهم يا بنات، الميه لازم تكون يا اما جايباها من فلتر، يا اما تكوني غالية وسايباها تبرد، ده علشان المخلل ما يعملش ريم على الوش وتلاقيه اتهرى كده وبقى بايظ. تمام، المية كل ما تكون كويسة ونظيفة بتحافظ على المخلل وبتخليه يقعد معاكي وقت طويل. تمام، انا حطيت الملح، وحطيت كمان معلقة كبيرة من هريسة الشطة. يعني انت ده بمزاجك، عايزاه حراق، عايزاه يعني حامي وكده، عايزاه بارد براحتك. بس انا بحب المخلل يكون حامي كده ويبقى حلو. تمام، جبت بقى البرطمان بتاعي، انا ما عنديش برطمانات ازاز. تمام، فانا كل اللي عندي بلاستيك، فجبت كده برطمان. والبرطمانات اللي عندي برضو كلها حجمها صغير ما عنديش حاجه كبيره، انا ما خليتش كميه كبيره يعني. فالمهم
بدأت ان انا كده ايه ارص اللفت، حطيت كده وبعدين حطيت قرن فلفل حامي عشان برضو يدي طعم وريحة كده. وبعدين هبتدي دلوقتي ان انا ايه اكمل بقى عاملة البرطمان المخلل، وبكبس بقى براحتي لان كده كده اللفت طري. يعني لما حطيت عليه ملح وبيته ليلة كاملة في الملح بقى طري، يعني اكبسيه براحتك بقى، مش هيجرى حاجة يعني. تمام. ولما كبسته كده جبت قرن فلفل حامي برضو حطيته على الوش كده وضغطت بيه. وهبتدي دلوقتي ان انا احط بقى ايه المحلول اللي انا عاملاه. هملى البرطمان كده على الاخر. انا طبعا مش ماليه البرطمان لفت لحد الاخر، يعني بسيب كده الحته اللي فوق دي بسيبها فاضيه علشان الميه تغطي المخلل كله. لان لو المخلل طلع لفوق كده وبان من الميه، يعني بقى فوق الميه، هتلاقي اللي فوق الميه ده اسود واتهرى وبقى وحش. تمام. فانا ضغطت المخلل بقرن الفلفل اللي انا حطيته الحامي ده، وسبت الحته فاضيه بحيث انها ايه تبقى الميه مغطيه كل المخلل. حطيت بقى قطع كده من الكيس، يعني قطعت كده قطعه من الكيس حطيتها على ايه على وش البرطمان تحت الغطا، عشان كده اكتم الهواء وبحيث ان هو ايه يبقى محكم الغلق يعني. وبقلب البرطمان كده علشان افضي الهواء اللي فيه والمية تتوزع كويس يعني. كده خلاص البرطمان ده خلص معانا كده. انا هسيبه بقى بعد ما اخلص الكمية التانية دي. معايا كمية صغيرة اهي، طبعا مش هرميها خسارة. هجيب عليها بقى شوية خضار. انا كان عندي الخيار، وكان عندي اللي هو الفلفل الحامي ده. تمام. انا بحب الفلفل الحامي ده يبقى عندي دايما في التلاجة، بحب احطه في الاكل قوي على كل حاجة، حتى الفول بحط عليه بيبقى حلو قوي يا بنات. والخيار برضو بجيبه دايما عشان بنحبه برضو، ولاد بيحبوه قوي جنب الاكل وياكلوه حاف كده، فهو حلو يعني. المهم الخيار دلوقتي رخيص وب10 جنيه، فما شاء الله يعني كل ما حد يعدي واكون مثلا قربت اخلص فبجيب 2 أو 3 كيلو بخلوهم ايه في درج التلاجة يفضلوا عندي طول الاسبوع. نقيت الصغير، وطبعا الخيار بلدي ما شاء الله، وتعرف الخيار البلدي بيبقى يعني بيبقى معروف كده ولونه حلو، وتلاقيه مش ناعم ومفيش فيه بذر كتير، يعني مفيش فيه بذر. انما اللي تلاقي البذر بتاعه كبير كده ده بيبقى صوب، مش بلدي. المهم قطعت كده الفلفل وقطعت الخيار تقطيعه كبيرة شوية علشان يعني ما يتهريش وكده، لان اللفت طبعا هياخد وقت. المهم ما شاء الله عملت كمية حلوة اهي، هملى بيها برطمان تاني وهحطهم. والبرطمانات دي لما اخلصها يا بنات هحطها في الرف اللي تحت الحوض، تقفيلة الحوض يعني، في مكان ضلمة. ومش هفتح عليها بقى، يعني انا هفتح عليها بس تاني يوم عشان اشوف لو المية قلت ممكن ازودها. تمام. يعني لو اللي هيتبقى معايا مية مش هرميها، بشيلها كده مثلا في برطمان ازاز صغير، وتاني يوم بقى افتح على المخلل لقيت المية قلت ازودها واقفل البرطمان. المية كويسة خلاص برمي المية اللي معايا مش بحتاجها. وكمان معلومة يا بنات، لما تيجوا تحطوا برطمانات المخلل دي في المطبخ ما تحطوهاش كده على طول، لازم تحطوها على صينية او على طبق بلاستيك كده او اي حاجة، او في طبق بلاستيك، بحيث ان هي ساعات المية بتزيد وبتقع من البرطمانات، عشان ما تبهدلكيش طرفة المطبخ وتبوظلك الدنيا. فلازم الحاجات دي تخلي بالك منها، يعني البرطمانات تحطها ايه في طبق بلاستيك كده او صينية او اي حاجة. تمام. خلاص شلت المخلل بقى. برضو كنت جايبة من الراجل حزمة السبانخ دي، كانت الكمية دي حزمة واحدة، يعني كانت ب10 جنيه. فقلت اجيبها، كان ابني الصغير يعني بيحبها وكده وانا برضو بحبها، قلت ايه اطبخها. ولادي ما بيحبوش الخضار خالص، يعني ما صدقت ان هو يقول لي بحب حاجة فجبتها على طول. ما بكترش برضو يا بنات يعني في الحاجات دي، وما بخزنش كتير لان ولادي برضو ما بياكلوش، فما بحبش اخزن يعني. طالما ولادي ما بياكلوش الخضار انا ما اخزنوش. البسلة صحيح اللي بخزنها وقليل عشان بعملها على الرز. آه السبانخ كنت الاول بخزنها وكانوا بياكلوها، بس مش عارفة ليه بطلوا ياكلوها، وفين وفين بقى على ما ياكلوها. فالمهم انا قلت ايه اجيب دي اعملها كده يعني طبخة
هي هتبقى طبخة كبيرة بس هتقعد معايا ايه كام يوم، يعني ممكن ناكل فيها يومين، ويتبقى حاجة بشيلها في علبة في الفريزر، وفي يوم ابقى عاملة لحمة او فراخ او اي حاجة اطلعها يعني يبقى خضار جنب الاكل، فاهميني؟ المهم كنت جايبة كمان الخضرة دي برضو، كان مديني 3 حزم ب5 جنيه. خدت منهم شوية، كنت عاملة سمك واخدت شوية حطيتهم على السمك، وشوية حطيتهم على السلطة، واتبقى دول فقطعتهم كده زي ما انتوا شايفين تقطيعة ناعمة. انا لما قطعت السبانخ حطيتها على النار، على النار هادية جدا من غير مية ولا اي حاجة، علشان تنزل ميتها، بحيث ان هي ايه تبقى كمية قليلة، اعرف اتحكم بقى. دي هتبقى مثلا لو انا هخزنها، انا بعمل كده دايما، لو انا هخزنها بقسمها بقى على الطبقات، لو انا هطبخها برضو اشوفها هتبقى كمية حلوة ولا هتبقى كتير عليا اشيل منها. تمام. وحطيت عليها بقى الخضرة، يعني الكمية اللي طلعت لي دي كانت ممكن تعمل لي طبختين او اكتر، لو انا يعني حلة حلوة كده محترمة ناكل منها يومين 3. فانا مرضتش اقسمها واشيلها في الفريزر، قلت اخليها كده اطبخها على بعضها وبعدين ايه اشوف ابقى اشيلها مطبوخة يعني. المهم كنت جايبة طماطم، 2 كيلو طماطم، قلت اصلصهم اعملهم الصلصة اللي هي اللي بتبقى جاهزة دي، صلصة كل حاجة. بحطها في التلاجة عندي، بنات بتقعد معايا بالاسبوعين، اطبخ منها بقى مكرونة، اطبخ منها لو عايزة تطبخي خضار، لو عايزة تطبخي اي حاجة. تنفع للمحشي، بس المحشي يعني انا بعمله طماطم بتبقى خشنة شوية بقشرها، بس دي انا مصفياها. انا عملت ايه، انا جبتها غسلتها وقطعتها حطيتها على النار معاها بصلاية ومعلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة توم مفروم وقرن فلفل حامي. ولما اتسلقت سبتها تهدى وضربتها بالهاند بلندر وصفيتها. وبعد كده جبت ربع كوباية زيت، حطيت فيها معلقة توم مفروم، ولما التوم بدأ ياخد لون الذهبي ده، نزلت عليه بالطماطم وحطيت لها ملح وسكر، معلقة سكر، وتبلتها بقى بالبهارات اللي انا عايزاها. وبعد كده زي ما انتوا شايفين كده شلت البرطمان الكبير ده احطه عندي في التلاجة اطبخ منه، وشوية اللي اتبقوا حطيت عليهم كوباية مية كبيرة علشان هعمل منهم كشري. عشان طبعا صلصة الكشري متبقاش تقيلة قوي كده. تمام. كنت جايبة ايه يا بنات، كنت جايبة فلفل ده، الفلفل الالوان ده. طبعا عارفين الفلفل الالوان غالي، الفلفل الالوان ساعات بيوصل ل100 جنيه. تمام. فانا لقيت الفلفل ده ب15 جنيه، فقلت لها يعني ايه حتى يعني، قعدت انقي كده وقلت لها اوزنيهم زي ما يجوا. طلعوا ازيد من كيلو ونص بشوية، بواحدة كده يعني كيلو ونص وفوقيهم واحدة. تمام. جبتهم ب25، حسبتهم لي ب25. طبعا ب25 دول ما كملوش حق كيلو. تمام. انا فرحت جدا، هما يعني مش درجة اولى، وفيهم حاجات كده عايزة تتشيل وتتنضف، بس هما مش يعني مش فيهم حاجة وحشة يعني. حتة صغيرة كده اللي ممكن تلاقيها حتة مفتوحة هتشيليها، حتة فيها حتة سودة كده يعني فاهميني، حتت كده لا تذكر بشيلها ومهدرش مني والله يا بنات. يعني انا كان في ارخص منه ب10، بس كان علشان اجيبه هيهدر منه كتير. فانا قلت لا، لما لقيت ده كويس ونقيت منه يعني الكويس، فقلت لا مش هيهدر مني كتير، يعني انا يوم ما يهدر مني هيهدر مني، لو جمعت اللي انا شلته هيجمع واحدة بس، فاهميني؟ فطالما مش هيهدر كتير يبقى كويس وسعره كويس. بحبه قوي قوي، اشيله في الفريزر عندي، بنفعني كتير قوي قوي يا بنات. بحطه على ايه، على الكبده، على السجق، بحطه على الكبد والقوانص يعني، بحطه على كل حاجه. آه طعمه مسكر وطعمه حلو قوي وانا بحبه. لو انتي بتجيبيه تحطيه في درج التلاجة تعمليه طازة على السلطة او تاكلي منه، طبعا هتجيبي الكويس، لان ده ما يعيش يعني، اللي انا جايباه ده يدوب يتفرز. لكن لو انتي بتجيبيه تاخديه مثلا حتة كده جنب جبنة على الفطار، تقطعيه على سلطة مش عارف ايه، تحطيه في التلاجة يعني تاخديه طازة، فهاتي الكويس اللي هو الغالي. انما ده يا بنات يتفرز زي ما انا قلت لكم. المهم قطعته كده زي ما انتم شايفين، قطعته مكعبات صغيرة كده عشان اشيله في الاكياس في الفريزر، ولما بحتاج
يعني بتاخدي منه بسهولة جدا، يعني ما بيبقاش كتل كده جامدة ان انت مش تعرفي تفكيه. لا، اول ما بتضغطي عليه بايدك بتاخدي كده، بيتفرط كده في ايدك وبتاخدي الكمية اللي انت عايزاها. المهم ما شاء الله الكمية محترمة بالنسبة للسعر ده، لا يذكر. 15 جنيه دول ما يجيبوش اي حاجة. فانا عندي ان انا اجيب الحاجات دي احطها في الفريزر، ده بالنسبة لي خير. بالنسبة لي كده جبت حاجة يعني تعيش معايا تبقى معايا في الفريزر، اخد منها بقى زي ما انا عايزة. وممكن على فكرة يعني مش شرط ان انا يبقى عندي اصل انا لما يخلص واجيب تاني. لا، انا لو كل لما بنزل مثلا مشوار والاقيه الفلفل ده رخيص بجيب، حتى لو عندي في الفريزر. لو انا عندي في الفريزر كنت جبت كمية محترمة وفرستها عشان رمضان، بس للاسف انا ما عنديش دي فريزر. يا رب يا رب كده ان شاء الله يكرمني واجيب، لان انا نفسي بجد اجيبه، هينفعني في حاجات كتير. فانا عندي الفريزر بتاع التلاجة بس. فانا بصراحة يعني جبت دول بس عشان يعني ايه يبقى فيه مساحة ان انا احطه كده. بس لو عندي فريزر انا ممكن يعني ابو 15 ده كان ممكن اجيب لي 3 4 كيلو وافرزهم يفضلوا عندي بقى مدة طويلة يعني، فاهمين. المهم ما كانش عندي فلفل اخضر غير الحبيتين دول صغيرين كده ما بنوش. بس انا كان نفسي يبقى عندي بجد فلفل اخضر، واحط كده عشان يبقى الوان حلوه. بس يلا الله المستعان ان شاء الله. لما اجي استخدمه لازم بيبقى عندي يا بنات دايما. يعني سبحان الله انا ما بخليش عندي التلاجة فاضية من الفلفل او الفلفل الحامي او البارد. بحسه كده خير في التلاجة، لازم يبقى موجود. برضو بحطه على السلطة وبحب اكله برضو كده مع الجبنة، بيبقى حلو قوي. فدايما الفلفل الاخضر ده برضو عندي لازم، حتى لو انا عندي في الفريزر الفلفل الالوان من ده وهريسة ومش عارف ايه، لازم برضو الفلفل الاخضر ده اجيبه دايما في الفريزر. حتى لو غالي بجيب مثلا نص كيلو، بيفضل عندي برضو مدة، فاهميني. فالله المستعان، ربنا يملى بيوتنا جميعا بالخير يا رب. فانت لما تشوفي فرص زي دي قدامك لازم تجيبيها فورا. وده كان فيديو النهاردة يا بنات، اتمنى الافكار تكون عجبتكم. متنسوش في لايك وشير. السلام عليكم ورحمة الله.